فيلمنا بيبدأ باتنين من الشباب اسمهم فيليب وشارمان وواقفين يتفرجوا على حفلة طلاب عاملينها بمناسبة تخرجهم، وبيشوف فيليب أخت شارمان اللي بتكون خرباها في الحفلة. وبيقول فيليب لشارمان أختك حتة جامدة جدا، لكن شارمان بيقوله انت بتقول ايه يا عم، أختي مش حلوة قوي وعادية جدا. وبعد كده فيليب بيروح يتجسس على أخت شارمان ومعاه شارمان نفسه، بس بتشوفهم واحدة واقفة وبتقول لهم ما يصحش اللي بتعملوه وكده عيب. وبتتكلم مع فيليب لكن هو بيكون مش مركز في كلامها ومركز في حاجات تانية خالص، وبتقوله انه المفروض يتعرف على بنات من نفس سنه، لكنه بيقول لها انه بيحب الستات الكبيرة. وبعد كده بيشوف فيليب الشغالة الجديدة اللي اسمها مايلو، وبيكون عمال يبص عليها وهي بتنظف في حديقة المنزل. وبعد كده فيليب بيوصل ابوه للمطار، وابوه بيقول لمستر انه ياخد باله من فيليب، لكن اصلا ليستر ما بيكونش بيحب فيليب وما بيحبوش وبيكرهه. وبعد كده مايلو بتقعد مع فيليب وبتسأله عن الشغالات اللي اشتغلوا قبلها، لكن فيليب بيقول لها انها احلى منهم لانه كلهم كانوا ستات عواجيز مش ملبن زيك يا قمر. وبنشوف ليستر اللي بيتكلم مع مايلو وبيقول لها انهم لازم يخلصوا بسرعة قبل ما ابو فيليب يرجع من السفر. وبالليل بيروح فيليب وصاحبه شيرمان علشان يتجسسوا على مايلو، لكن هي بتطفي النور. بس في مرة فيليب بيروح لوحده يتجسس عليها، وفي المرة دي هي بتشوفه وبتدخله جوه بيتها وبتخلع هدومها قدامه. بس الولد ساعتها ما بيكونش قادر يمسك نفسه من الملبن اللي قدامه وبيسيبها ويمشي. وبعد كده فيليب بيروح لصاحبه شيرمان وبيحكي له عن كل اللي حصل، وصاحبه بيقول له يا ريتني كنت معاك وهي بتفرجك على العسل بالقشطه. وبعد كده فيليب بيقرب من مايلو وبيخرجوا مع بعض، وفيليب في يوم من الايام بيقول لها انه بيحبها، بس هي بتقول له ما ينفعش هي تحبه علشان فرق السن الكبير ما بينهم. وفي يوم من الايام بيدخلوا هما الاتنين يعملوا عسل بالقشطه مع بعض، لكن فجأة مايلو بتفقد الوعي. وبيروح فيليب يقول لليستر اللي بيقوله انه هيبلغ الشرطه، لكن فيليب بيتحايل عليه يساعده علشان ما يبلغش الشرطه، وهو مستعد يعمل اي حاجه يطلبها منه. وبيوافق ليستر وبياخد الجثه بيدفنها، لكن تاني يوم بيلاقي فيليب ان الجثه مش موجوده في مكانها. وبيشوفوا كمان رساله جات لهم من حد وبيطلب منهم 10,000 دولار علشان ما يبلغش الشرطه عن اللي هم عملوه. وليستر ساعتها بيقول لفيليب ان اكيد حد شافهم وهم بيحطوا الجثه. وبيدخل فيليب بيجيب الفلوس من خزنه ابوه، وبعد شويه بيدخل ليستر غرفته وبيلاقي ان مايلو لسه عايشه واسمها الحقيقي نيكول. وكل ده طبعا بيكون تمثيليه من ليستر علشان ياخد الفلوس. بس مايلو فجاه بتحس بالذنب وعاوزه تقول لفليب وتعترف ليه باللي حصل، لكن ليستر بيهددها انه هيبلغ عنها لانها اصلا هجرت من بلادها بطريقه غير شرعيه، وكمان عملت علاقه مع طفل وهو صغير. بس بالرغم الكلام ده كله هي ما بتخافش وبتروح تقول لفليب على الحقيقه. وبعد كده بنشوف مايلو وهي رايحه عند مدرب التنس وبتطلب منه يلبس لبس شرطه ويروح يقابل ليستر. وبعد ما يقابله يساله على مايلو ويدور عليها ويقوله لو مايلو ما ظهرتش خلال 24 ساعه هيلبسوا قضيه. وبيروح ليستر يسال على مايلو في النادي وبيعرف انها اخدت كل حاجتها، وبيحاول ليستر يهرب لكن الاطفال بيطاردوه وبياخدوا منه الفلوس. وبيرجع فيليب الفلوس مكانها، وبتقول مايلو لفليب انها لازم تمشي عشان لو ابوه عرف اللي حصل هيطردها من البيت. وبتمشي مايلو وبيرجع فيليب للمدرسه وبترجع حياته بشكل طبيعي، وبيخلص الفيلم على كده.